سمحتكم عشان اقول لكم اشكركم جدا. انتوا رجاله. الدوري ما ضاعش عشان انتوا وحشين. الدوري ضاع عشان فساد، عشان حكام مرتشيه. كلكم سمعتوا المكالمه التليفونيه بتهيالي اللي الراجل اعترف على صديقه انه شركه فودافون كان ليها هدف رئيسي السنه دي هي عرقله نادي الزمالك من الحصول على الدرع. انا انتظرت 3 ايام ان كلب يرد عليا في فودافون او في لجنه الحكام. كلكم شفتوا ولا حد نطق، لان الواقعه صحيحه. بنفكر الناس بيها تاني ان رئيس لجنه الحكام راح بيت ولد اسمه مصطفى عبد الجليل على ما اتذكر اسمه، ده نائب رئيس قطاع حاجه كده في فودافون، وكان في حضور عماد الازهري رئيس قطاع، ودفع 1,000,000 جنيه رشوه، وكان فاضي 1,000,000 جنيه تاني مقابل عرقله نادي الزمالك انه يحصل على الدوري. انا استنيت 3-4 ايام من ساعه ما قلت الكلام ده، زي ما قلت مفيش كلب نطق بكلمه. وبناء على ذلك سيتوجه المهندس سامي زاده ومعاه الاخ المستشار القانوني ومعاه محمد مرتضى الى سويسرا لتقديم المحادثه التليفونيه مع كل مباريات الزمالك اللي الحكام فيها ليك ضرب جزاء ما حسبوش، جول ما يحسبوش، ضرب جزاء عليك بالعافيه، جمعنا ده كله رايحين محكمه رياضيه. احنا ما بنسيبش حقنا. محكمه رياضيه تحكم، والراجل من حسن الحظ الراجل صاحب المكالمه ده راجل رئيس رابطه المصريين في سويسرا، يعني قاعد جنب المحكمه الرياضيه وهيتسال، والراجل مسيحي ما بيكذبش زينا كده زي المسلمين اللي ما بيكذبوش. وهنشوف الكلام دوت هيمشي ولا مش هيمشي. ما اعتقدش ان في اي محكمه في العالم، يعني هو الفيفا ليه مشوا بلاتر؟ عشان فساد فلوس. حد شاف بلاتر وبيقبض؟ انما كان في شواهد البلاتر قبض. هو بلاتيني وما اعرفش بقيه الشله اللي معاه. فانتوا رجاله بذلتوا كل جهد، انتوا حتى اخر نفس انتوا رجاله. وانا يمكن حياتكم في المؤتمر الصحفي كلكم بلا استثناء كل واحد بذل كل جهد حسب طاقته ودافع عن شرف فليلته وشرفه، وكنت مسار اعجاب الدنيا كلها سواء على المستوى الافريقي او مستوى مصر. ودي بطوله، وزي ما قلت لك دي رياضه رايح جاي، يعني انت بتاخد بطوله بس المهم تاخدها بشرف. انا مش هقول الاهلي خدها من غير شرف، يكون عايز ضاعت مننا احنا عشان الحكام ما كانش عندهم شرف. احنا بنجمع دلوقتي كل الفيديوهات بتاعت المطوشه بتاعت عرقله نادي الزمالك، لان المكالمه بتقول عرقله نادي الزمالك، فودافون الراعي الرسمي للنادي الاهلي بيعرقل نادي الزمالك انه يحتفظ بدرع الدوري. بعد القعده معاكم شوف اي حد ليه مستحقات لسه فاضله يقول لنا عشان ياخدها. اللي هيقعد اهلا بيه، اللي عايز يمشي برضه اهلا وسهلا، اللي جاي له عرض محترم اهلا وسهلا، اللي عايز يكمل مسيرته في نادي الزمالك اهلا وسهلا. انما انا شخصيا اعتقد كل جماهير الزمالك فخورين بيكم وبادائكم ورجولتكم كلكم، اللي كان بيلعب اصلي واللي كان احتياطي وبعدين اللي بعد كده بقى اصلي وبعدين احتياطي، كلكم على بعض كده شيء مشرف. بالنسبه للجهاز الفني ليه كل احترام والتقدير منكم، مالكوش دعوه بالمشكله، في مشكله ما فيهاش مشكله، ده احنا كلام محمد حلمي اوامر تعليمات وتنفذ بالحرف الواحد. بالحرف الواحد. محدش يستغل فرصه اصل محمد مش عارف ايه، احنا لينا حسابات، لكن انت راجل هنا جندي. القائد عندك هو محمد حلمي. محمد حلمي يدي التعليمات، ده يلعب ده ما يلعبش. لكن احنا كان خلافنا في حاجه صغيره جدا، ان احنا عندنا لائحه بتطبق عليكم. انا قلت قبل كده وبقول تاني، اللاعب لما بيغلط فيكم بيتحاسب ولا مش بيتحاسب؟ بيتحاسب. طب عضو النادي لما بيغلط بنوصل للشط. طب احنا بقى انا كمجلس اداره ورئيس نادي لما بغلط جمعيه يوميه ممكن تمشيني، وزير الشباب ممكن يحلني، او وزير الشباب والرياضه، خلاص اجهزه رقابيه في البلد
فلما يغلط الجهاز الفني ويخالف اللائحه، احنا مش قاعدين بنتفرج. انا عندي لائحه بتقول كلام واضح: ممنوع ايقاف لاعب اداريا. انا كرئيس جهاز فني شايف ان لاعب 100 مستوى فني، لكن في الماتش ده ما يمشيش، خليه يقعد، ما عنديش مشكله، ما اقدرش اتكلم معاه خالص. هو مصطفى فتحي لما اتغير في ماتش الاتحاد السكندري صح ولا غلط دي مش قضيتي، دي رؤيه جهاز فني، هو حر، ولا اقدر اقول له انت عملت كده ليه، لكن اقدر اقول له حضرتك عندك لائحه، اللائحه بتقول اقصى عقوبه للاعب من الجهاز الفني 50,000 جنيه، 50,000 جنيه وجنيه انا بقى. دي اللائحه. هحترمها انا، هتحترمها انت كلاعب، هيحترمها الجهاز الفني، مش هيبقى عندنا مشاكل. والخلاف بيني وبينهم هو اللائحه. انا ما يهمنيش كوفي يلعب ما يلعبش، ايمن حفني يلعب ما يلعبش، مش قضيتي. انا قضيتي هم ما لعبوش فنيا، ده دورك. ما لعبوش اداريا خارج المستطيل الاخضر بعقوبه، دي مش موجوده في اللائحه. لكن تاني بقول لكم، كل تعليمات محمد حلمي تنفذ بالحرف الواحد. هو مدير الجهاز الفني. تاني، هو مدير الجهاز الفني. يقول لك تلعب ما تلعبش، دي مشكلته هو معاكم انتوا. وانا لما سالت قبل كده عن لاعب يلعب ولا ما يلعبش قدام وانتوا كنتوا موجودين، قلت له ما تسالنيش يا محمد ده يلعب ولا ما يلعبش. اوعى تشيلني وزر لاعب قدام ربنا ان انا اخلص على مستقبله الكروي عشان سواء انا بحبه ولا مش بحبه. دي مسؤوليتك انت. ومحمد ابراهيم نموذج تاني هو عندكم، لما كلمني قدامكم كلكم في الاوضه يا حضرتك مش عايزني وعايز تمشيني، حصل ما ردتش عليه، لكن لما جبته هنا فهمته. يعني يوم محمد ابراهيم يعني مش عايز اقول انه حتى المنتخب اشاد بيك جامد في لقاء مع الناس بتوع المنتخب، تمام؟ كهربا مفيش مشكله عنده في المنتخب، بس انا بقول له نصيحه مني، لما تطلع من المنتخب، يعني افرض بتغير في المنتخب او بتتغير في النادي، محمد حلمي بيغيرك، انسى قصه ازازه الميه اللي بتقعد تشوطها دي، ما تشوطش خالص. اكتب الكاظمين الغيظ، تمام؟ هترجع المنتخب تاني بامر الله، هترجع باذن الله ان شاء الله. الناس ما حدش مختلف على مهارتك فنياتك. باسم انا بقول له برضه من دلوقتي اهو، بالمستوى اللي رجع له ان شاء الله هياخدوه تاني في مش انا اللي بشكل المنتخب، لكن هي رؤيه. الناس بيقعدوا يتكلموا لا باسم بقى كويس، لا كهربا كويس، بس قصه الميه اللي رماها مش عارف، هو دي رؤيه. يعني هم لما بيجي الناس بتتكلم برضه من حقنا نعرف باسم بره ليه، كهربا بره ليه، لازم نعرف، تمام؟ ان شاء الله ابراهيم عبد الخالق، وانا بقول له تاني اهو ان شاء الله في يوم من الايام قريب جدا برضه بمجهوده اللي بيبذله، بس يعني كتر اللعب. هو المنتخب عايز مين؟ عايز لاعب مقاتل، وكلكم انتم مقاتلين. فانا من حقي اسال ليه ده بره وليه ده بره وليه ده بره، لو في حاجه سلوكيه اعرفها، تمام؟ فانا بقول ان شاء الله باذن الله يا رب كل الفريق يبقى في المنتخب. مليان زي ما قلت لكم، اي حد عنده مشكله في 25% يقول لي اللي فاتت علشان نخلصها له. عايز ترجعوا زي الاول، الحب اللي انا شفته في الملعب بتاع نيجيريا. انتوا عندكم افريقيا بتناديكم بطوله بقى دي ب 2 مليون دولار. يعني بطوله افريقيا طبعا احنا الدوري زي ما قلنا شكوى رسميه، مسافر هاني واحمد مرتضى والناصر المستشار ناصر عزام بالمحادثه التليفونيه اللي النائب العام بيحقق فيها دلوقتي. وطلع كلها اسمها حقيقيه. ونشوف احنا لينا حق هناخده. انا ما اخسرش الدوري عشان الحكام بتقبض. اخسر الدوري عشان لعيبتي متخاذله، انا ما عنديش لاعب متخاذل خالص. لعيبه كلهم على اعلى مستوى من الجديه والحرفنه والالتزام والاخلاص. وانا بقول الكلام ده عشان جماهير الزمالك اللي بالملايين تعرف ان اللعيبه لما تبقى على مستوى احنا بنشكرها. لما في مشكله بنقول لا انت في تخاذل. عندكم افريقيا بتناديكم. مش عايز اتكلم عن ماتش النادي الاهلي امبارح لان لا علاقه ليا بالنادي الاهلي، لكن عايز اقول ان هذا الماتش زعلني من الماتش المصري. انا شفت ماتش امبارح حزنت جدا من الماتش المصري لان الدوري كان في الايد. لكن خلاص هو ربنا مش رايد الا بقى اذا خدنا حقنا عن طريق المحكمه الرياضيه الدوليه. افريقيا مهمه جدا، انت عندك ماتش سموحه مهم. تاني بقول لكم ماتش مهم جدا. انت لما تلاعب الاهلي والفرق او حتى في الحاله اللي احنا فيها لو ربنا كرمك في الماتشين وخدت ال6 بونت هيبقى فرق بونت واحد
هيبقى بونت بالظبط، فرق بينك وبينه خلاص، لغايه ما نشوف المحكمه هتقول ايه. هيبقى شيء محترم بالنسبه لجماهيركم. ماتش الاهلي مهم جدا، بطوله خاصه. انتوا الاحسن، انتوا الافضل. تاني، انتوا الاحسن، انتوا الافضل. انتوا بتغلبوا في افريقيا ما شاء الله رايح جاي. ولا بيهمكم مطر ولا سيول ولا الهوا. ولو احنا عندنا حكام في مصر عندهم نزاهه ربع حكام افريقيا كنا خدنا الدوري من الدور الاولاني. بقول تاني، وقعت رشوه واضحه فيها بلاغ للنائب العام بيحقق دلوقتي. مفيش حد، ما سمعتش صوت جمال غندور قال لا ما حصلش. ده كذب. ما سمعتش حد في فودافون نطق حرف قال لا ما عندناش حد بالاسماء دي اخ. عماد الازهري ومصطفى عبدي. فانت عندكم تاني عشان الخص. واحد، احترام والالتزام مع الجهاز الفني تماما. اثنين، عندك ماتش سموحه ثم ماتش اعتقد جنوب افريقيا هنا، مش كده؟ سموحه الاهلي وبعدين جنوب افريقيا هنا، وبعدين ماتش برضه هنا تاني، وبعدين هنا وبعدين هنسافر اخر ماتش. هنسافر سان داونز في 22 ساعه. ده اخر ماتش. ان شاء الله ببشركم باذن الله بالمربع الذهبي والنهائي الافريقي باذن الله. امر الله. ودي البطوله بتاعت 2 مليون دولار. وكاس عالم. تروح بقى كاس عالم للانديه، الناس كلها تشوفك هناك. بدل ما لاعب جايب لي مليون يورو ولا 2 مليون يورو، الناس هتشوفك هناك بقى 5 مليون يورو، ونخش بقى في اليوروات الجامده يا باسم. ها؟ ان شاء الله ربنا يوفقكم، كملوا التزامكم، وراكم، بنساندكم. واخيرا زي ما قلت، اي لاعب ليه مستحقات ماليه متاخره او في مشكله في مستحقاته، يعني كان يتكلم ليه مشكله في مستحقاته، يبلغ كابتن الفريق هنخلصها له فورا باذن الله ان شاء الله. وربنا ان شاء الله يوفقكم، هيوفقكم باذن الله. وانسوا الصفحه اللي فاتت دي كلها، خشوا على التمرين تاكلوا النجيله، تخش على ماتش سموحه كانك انت ده ماتش الدوري، ولو خدت الثلاث نقط كانك خدت الدوري. تخش على ماتش الاهلي ده ماتش الدوري بالاضافه للبطوله الخاصه اللي بيننا وبين النادي الاهلي. وان شاء الله ربنا يوفقكم. وكاس مصر هتلعبوا اتحاد الشرطه على ما اعتقد، ثم هيقابلنا حد في الطريق اسماعيل يا بالتالي او نفترض مين؟ المصري، ثم توصل للنهائي، مش كده؟ هتكسبوا باذن الله ان شاء الله، والكاس نحتفظ بيه باذن الله. والاهم زي ما قلت لكم هو كاس افريقيا. ابطال الدوري احنا من 2004 على ما اعتقد، من 2004 ما خدناهوش. 2002 يبقى هذا الجيل لما ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله والكاس والسوبر ويوصل كاس العالم للانديه وتشرفونا هناك مع المحكمه الرياضيه الدوليه اللي احنا هنديها وقت الرشوه بالكامل بتاعت حكام المصريين، اعتقد ده يبقى السنه دي الحمد لله ربنا وفقنا وكرمنا باللعيبه اللي كانوا موجودين واللعيبه اللي احنا اشتريناها. التزام في التدريب، سماع وطاعه لمحمد حلمي وجهازه الفني اللي معاه. ربنا يوفقكم ان شاء الله. وبعد ما تخلصوا اي حد عنده مشكله يقول كابتن حازم يجيبها لنا نحلها له، لو هو ليه حق هياخده. شايف ان حصل له غبن بهذه المناسبه برجولتكم دي، هنصلح كل الغبن اللي موجود لو في غبن، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله.